اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم أخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقائق. تحية طيبة للعروسين الجدد، ونتمنى لهما التوفيق في مسيرتهما الحياتية. أعزائي، كما وعدناكم في الحلقة السابقة أننا سنذكر لكم الغسل الترتيبي، وهنا نقول بأنه بعد استحضار النية في القلب، أي نية الغسل، فلا يجب التلفظ بها، ويكون الغسل الترتيبي أولا غسل الرأس والرقبة، ثم غسل الجانب الأيمن من الجسد من الأمام والخلف، وبعدها الجانب الأيسر يأتي به مثل ما أتى به في الجانب الأيمن، وعليه التأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن تحت الإبطين وغيره من الأماكن التي ينبغي تحريكها حتى يحرز وصول الماء إليها. هذا بشكل مختصر الغسل الترتيبي، ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة الرسالة العملية لمرجعه، مرجع التقليد. فهناك تأكيد على أمور أخرى ينبغي عليكما الاطلاع عليها أيها الزوج أيتها الزوجة. قد تواجهكما بعض المتاعب في بداية المشوار والطريق، ولكن ذلك في سبيل أن تضمن صحة أعمالكما وعباداتكما حتى لا تقع فيما وقع فيه غيركما. نشير هنا إلى أمر في غاية الأهمية، ولعله من الأسباب المهمة في نجاح الحياة الزوجية، ولا حياء في الدين كما قلنا سابقا، ألا وهي عملية المقاربة والمواقعة بين الزوجين. وإن الروايات الكثيرة أكدت على هذا الجانب، وكذلك علماء النفس يؤكدون على هذا الأمر المهم، ألا وهو الجانب الجنسي. فلو بدر تقصير من أحد الزوجين في العلاقة الحميمة يكون مقدمة وسبب لنشوء المشاكل بينهما. مثال ذلك إذا التقى الزوجين بالعلاقة الحميمة وتعجل أحدهما في حدوث النشوة والإنزال دون الآخر، فهنا تبدأ مرحلة الخطورة، وينظر لشريك حياته بمنظار الأنانية وحب النفس، وهذا إنما يكون في حالة عدم التهيئة النفسية من الطرفين. وقد أكدت عليه الروايات كما ورد في مضمون الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة. وهنا إشارة ودعوة إلى أهم مقدمات تقوي جانب الرغبة عند الطرفين مطلقا، يمكننا أن نطلق عليها مصطلح الرسل، وهي الغزل، التقبيل، المداعبة، إزالة حواجز الحياة، إشباع رغبة الزوجة. ويقول أحد الأئمة عليه السلام: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث ويلبث. وقد تحدثنا عن هذه المقدمات في دورات سابقة تحت عنوان الثقافة الجنسية. وكذلك علم النفس يؤكد على هذا الجانب، فإن الإخلال به يكون سبب في نشوء المشاكل الزوجية. فالحرص، كل الحرص على سلامة العلاقة الحميمة، وإن الإهمال بها والتقصير فيها يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، والنجاح فيه يؤدي إلى الانسجام والحب والوئام بين الزوجين. أتمنى لكم حياة سعيدة وموفقة إن شاء الله تعالى. انتظرونا قريبا في الحلقة الأولى من حلقات أسباب الطلاق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.